يحط رسائل المقاومة، يكتب أي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية اللي باش يحط، تو يلقى الفيرسيون كيفاش نجم تكون رسائل المقاومة. يعني للدرجة المقاومة تحت، سامحني، تحت قيمتها، ما يقدرها واحد مخبي باش متخبي تحت واحد يقول رسائل المقاومة، عبارة واحد يبعث في تصويرة من ستاد لصاحبه يقول له هاك تصور راني يعني مسألة سخيفة ما تستقيمش. فهمت علاش قلت لك؟ راهو حتى الإخراج يقول لك عصام الدردوري عطاه قرص مضغوط. يا اخي تو سامحني، انا كي باش نسرب معلومات يا اخي محتاج اني نمد قرص لشخص ونقول له شد باش يتشد بيها. يا اخي ما فماش تطبيقات، ما فماش وسائل يعني امنه في التواصل معنا للدرجه مازلنا في عام 60. دونك هاو باش نقول لك علاش عصام الدردوري وعلاش تربطت انا بملف التسفير. الناس الكل تعرف انت كنت اول واحد من اثار صحيح الملف هذا اللي هو طول القضاء تفاعل معه. صحيح الناس تنسى عصام الدردوري كان اول الناس اللي أثار ملف التسفير وتمسك بأنه الملف هذا يصير فيه تتبعات عدلية مش فقط إثارة إعلامية. أستاذتي الكريمة، أنا تقدمت للجنة التحقيق في شبكات التسفير في 2016، وحركة النهضة كانت هي عندها الأغلبية في البرلمان، ونواب حركة النهضة كانوا موجودين في البرلمان وكانوا في مواجهة عصام الدردوري، وأنا كشفت بالوثائق على تورط حركة النهضة في التسفير. ووقتها في وسط البرلمان وجهت اتهامات المجموعة من القيادات الأمنية اللي هم الضالعين في ملف التسفير. باهي اللي هم نفس القيادات الأمنية خرجوا في الدوكيمونتير نتاع الجزيرة قالوا عصام الدردوري صحيح عنده علاقة بهذه الشخصية اللبنانية، والشخصية اللبنانية هي اللي مسؤولة على التسفير في شمال أفريقيا. باهي كي عصام الدردوري جاك مشاهد وانتم تعرفوا انه عصام الدردوري امبليكي في التسفير، يعني ليش وقتها انتم ما حطيتوش الكلام هذايا وبنيتوا عليه تتبعات ضد عصام الدردوري؟ علاش اليوم بالذات؟ ها باش نجاوبك علاش اليوم بالذات. لانهم يعرفوا انه هو سيناريو رديء في الاخراج. العمليه الكل باش الساده المتابعين يفهمونا، يعرفوا انه فاطمه المسدي النايبه صبت شكايه هذيك تصبت تعهدت بها الوحده الوطنيه لابحاث الجرائم الارهاب الجورجاني والجريمه المنظمه والماسه من سلامه التراب الوطني. أول شخص تمت دعوته باعتباره أنه سبق وتم دعوته في البرلمان باش يدلي بمعطيات في ملف التسفير هو عصام الدردوري. لكن تعرف أنه وقت اللي نحكيه على شاهد نولوا نحكيه على شخصية محمية بموجب آليات الحماية المكفولة في قانون مكافحة الإرهاب. وأما ثم بالأخلاقيا أنا مشيت أدليت بشهادتي، عملت تقريبا ميموار، ما عادش فيها علاش باش نخرج نتكلم في الميديا نقول راني مشيت شهدت سي بون. حتى الناس يقول لك انت مشيت للقضاء علاش خرجت تتكلم اليوم باش تستعرض توري معناها بوز وكذا. دونك وقت اللي مشيت شهدت انا لهنا مجموعه من الاعمال التي تعتبر على غايه من الاهميه والدقه في ملف التسفير، باش تفهمني العباد بالكدا، اللي تم بناء عليها وتم اعتمادها في مجموعه الاعمال القضائيه والامنيه، تبنات على كضوء الشهاده نتاع عصام الدردوري. وذا اللي أفضل بعد لإيقافات في صفوف حركة النهضة وفي صفوف قيادات أمنية.